مرحبا أعزائنا المتابعين، واليوم بسلسلة العقد الاجتماعي التي ابتدأناها سنتعرف معا على ما هي المقاطعة. فالمادة رقم 87 من العقد الاجتماعي تنص على 1. تتشكل المقاطعة من المدن والبلدات والقرى والمزارع. 2. المقاطعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الأيكولوجية، الثقافية والأمنية والتعليمية والمرأة والشباب على أساس الكونفدرالية الديمقراطية ومبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية. تقرر وتعمل وفقها، وهي تملك الصلاحيات والحقوق المحددة لها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. 3. بالتوازي مع الاستثمارات العامة على مستوى شمال وشرق سوريا تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس الاكتفاء الذاتي والتكامل في المجال الاقتصادي، وتعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية للشمال وشرق سوريا لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، كما تقوم بالحصول على حصتها من الإمكانيات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة. 4. تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في الإدارة الذاتية الديمقراطية للشمال وشرق سوريا. ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون. 5. كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه والإشراف على عملها. 6. لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤولة في الدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية للشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. 7. لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 8. تنظم وتدير المكونات الأثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغتها وثقافاتها. 9. تتحدد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق والصلاحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.